عنوان الفيديو زي ما انت شايف البطولة اتأجلت. ايه السبب؟ السبب طبعا بسبب الحرب اللي حصل ما بين ايران واسرائيل. هتقولي ده ايه علاقته؟ هقول لك عشان احنا ببساطة كنا المفروض نلعب البطولة في ارمينيا. فين ارمينيا؟ ارمينيا تقع في الخريطة تحت ايران، فطبعا ناس كتيرة جدا من ايران بتروح تلعب البطولة دي في أرمينيا، فكده هيكون عندهم عدد ناس أقل، فبالتالي طبعا البطولة هتتأثر. فبالتالي قرروا يأجلوها. بدل ما كنت هلعب في نص 8 بقيت دلوقتي مش عارف أنا هلعب ولا فين ولا إمتى ولا الخطة هتمشي إزاي ولا هنعمل إيه. طبعا باين من صوتي ان انا الصراحه متضايق مش مبسوط. انت اكيد فاهم، كان انت حاطط لنفسك ميعاد معين لحدث معين في حياتك، لحاجه انت بتجهز لها ونفسك تعملها بقالك سنين. الحاجه دي اتاخرت بسبب حاجه مش يعني حاجه مش في ايدك. وبرضه انت ما تعرفش الخير فين. يعني ساعات بقعد اقول لنفسي كده، ممكن عادي نغير الدولة، نروح دولة تانية، نروح بطولة تانية. ممكن تكون ده احسن ليا، انا ما اعرفش. بس انا بقول لك بكلمك بمنتهى الصراحه ده انا بفكر فيه، فاهم؟ يعني مش هقول لك محبط بس متضايق، فاهم؟ يعني انا متضايق. بدل ما كنت هلعب مثلا كمان 8 اسابيع، دلوقتي هلعب كمان 12 اسبوع. هي خلاص يعني ان شاء الله تبقى حاجه في شهر 9، يا اخر 9 يا نص 9، لسه مش متاكد. طبعا متضايق، في احاسيس كتيره جوه دماغي، تفكير كتير بقى، فاهم؟ دماغك تقعد تفكر كتير. وده بقى الحته اللي انت ما ينفعش تسلم نفس دماغك لنفسك. انت دماغك هتسوحك لو قعدت تفكر كتير جدا جدا جدا. طب ما دلوقتي عادي، انا عندي عذر، ممكن اطلع بعذر ان انا ما العبش البطوله. ليه السبب؟ اتاجلت يا باشا، وساعتها هرجع اكل عادي جدا طبيعي، وبطل بقى العب كارديو، وبطل اشقى، وبطل اتعب، فاهم؟ بس ساعتها انا بيني وبين قدام نفسي الحاجه اللي انا كنت عايز اعملها انا ما عملتهاش، فاهم؟ فبيني وبين نفسي كده انا فشلت. انا اخدت اقل او اخدت اسرع عذر او اكسكيوز حصل، اخدته في مصلحتي بحيث ان انا ارتاح وبطل اسعى مجرد على الحلم اللي انا عايز اعمله. فدي مش بحسها عقلية المحارب او عقلية الناجح. فمش عايز اطول عليك، مش عايز احبطك، عايز الفلوج ده يكون لذيذ ننبسط فيه، عشان النهارده هنعمل حاجه يعني غريبه جدا وحاجه بجد هحس بالندم بعدها، وحاجه بقالي كتير قوي ما عملتهاش. وهو ان احنا هنفتح تشيت ميل واحده. طبعا الكوتش بتاعي كابتن حسين انفورمو. عشان التأخير اللي حصل ده كنا بناكل سعرات قليلة جدا الفترة اللي فاتت، كنا بناكل حوالي 1850 سعرة. فبسبب بقى الشهر اللي هنتأخره فهنرفع السعرات من 1950 ل 2350، حاجة في الرينج اللي انت بتتكلم في زيادة حوالي 400 سعرة من النشويات، كربوهيدرات والفاتس. فالنهارده هيبقى عندنا وجبة شيت ميل، هناكل برجر. بجد حاسس الموضوع غريب قوي، يعني حاسس ان انا يعني رايح اعمل حاجه حرام او رايح اشرب خمره، عشان انا بقالي كتير جدا 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 ما اكلتش من بره. وانا اصلا طبيعتي ما بحبش اكل من بره، بحب اكل اكل صحي، اكل اكل من البيت، او حتى اشوف اي وصفه بتتعمل من بره اعملها في البيت بطريقه صحيه، فبالتالي يبقى نص السعرات بتاعت السعرات اللي بره. فيبقى احساس مختلف جدا. فاخدكم معايا واحنا بناخد الشيت ميل دي، واوريكم ونعمل كمان فود ريفيو على البرجر اللي هناكله. لسه طبعا بفكر في مكان معين. فلو انت عندك اقتراحات كويسة اكتب لي في الكومنتس عن احسن محل برجر ممكن ناكل فيه النهاردة. وبس كده نبدأ بقى الفلوج. دلوقتي احنا اهو بنلبس، يعني او يعني لابس تحت، لسه هنلبس فوق ورايح الشغل. لما يعرفش انا بشتغل شغل عادي جدا الصبح 8 ساعات زيك زي اي حد، وبالليل بشتغل مدرب وبعمل سوشيال ميديا. فتاني حاجة اقولها لك، مالكش اعذار، عندك الوقت. لو عايز تعمل ايا كان، تشتغل شغلانتين وتحضر البطولة، تعرف تعمل كده. انت دايما عندك الوقت. الفكرة كلها انك انت تبرايورتايز الوقت، وانك انت تعمل تايم مانجمنت، تظبط يومك، فبالتالي ما تضيعش وقت وتنجز نفسك وتعمل كل اللي انت عايزه. فنروح كده نوزن، نشوف الوزن عامل ازاي النهارده، بعدها نطلع الشغل، بعدها نروح ناخد الشيت ميل، بعدها ناخد احلى تمرينه بالليل وناخد بامب ونوريهولكوا. والشيت ميل دي الهدف مش عشان انبسط، انا ما عملتش حاجه عشان انبسط، انا لسه ولا نجحت ولا عملت حاجه ولا حتى استاهلها. بس الشيت ميل دي عشان انا بقالي فتره كبيره جدا ماشي على اللو كارب، فجسمي نوعا ما مدبلت. فاحنا كاننا هنجرب تحميله لما جسمي هيرياكت او هيتعامل ازاي لما احنا ندخل برجر من بره. فبالتالي النهارده المفروض يكون احسن بامب في حياتي في التمرين، اروق في كل حته. فهنشوف زي انت كمان بتشوف كده مثلا فيديوهات الناس قبل ما تطلع على المسرح او على الستيج،
بياكل مثلا برجر، بياكل دونتس، بياكل مافن. في كل ده ليه؟ بيدخل الكربوهيدرات دي وهو عامل ديبليشن، مدبلت نفسه، جسمه مفضي الجلايكوجين ستورج، فيقوم مدخلها هوب، فاهم؟ العضله فاهم تكبر كده على طول. انا مش هطول عليك، نبدا الفلوج بتاعنا دلوقتي وهيبقى فلوج لذيذ، استنونا. فانا عايز اقول لك انا كده بقالي حوالي مثلا شهر بحضر مع الشغل. الموضوع بجد يعني طلع اصعب من ان انا كنت اتخيل. كنت فاكر الموضوع هيبقى سهل، بس لا بجد الموضوع صعب. يعني الموضوع صعب، انت كل دقيقة في يومك بتفرق. فما بالك بقى انت بتحضر مع الشغل زي ما بقولك 8 ساعات في اليوم، مع تكريت كونتنت على السوشيال ميديا، مع شغل السوشيال ميديا، مع شغل التدريب اونلاين مع العملاء. فانت بالتالي وقتك مش لنفسك، انت بجد كل دقيقه بتحطها في يومك انت لازم تستغلها صح وتبقى برودكتيف فيها. بس انا واثق ومتاكد ان كل الحاجات دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبي اوف، يعني هتبقى في محلها واحنا ماشيين صح. فدلوقتي اهو خلاص لبسنا يا باشا زي ما انت شايف ورايحين الشغل. نشتغل كده 8 ساعات عادي جدا زيك زي اي حد. نشرب القهوة واوريك الوجبة اللي باخدها معايا في الشغل، وهي احلى وجبة في اليوم. انت خلاص تكون عرفتها، يعني انت شفت الفلوجات اللي فاتت هتكون عرفتها. ولسه برضو نايم ما فوقتش قوي يعني، فهتلاقي لما بس ناخد كده اول وجبة وناخد التشيت ميل، لا واحد يفوق. واشوفك في الشغل ان شاء الله. لسه واصلين اهو الشغل، نديها كده بومب تشيك. ايه ده؟ متحمس 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 اكل البرجر، فاهم؟ عارف انت الاطفال اللي هو مستني ما بيرخصش انه ياكل، انا الشخص ده دلوقتي. نطلع نشتغل واشوفكم في الفيديو الجاي. كوباية القهوة دي بقى حاجة بص يعني أساسية معاك، سواء بتتمرن أو بتتمرنش، بتشتغل، بتروح المدرسة، بتروح الجامعة، فاهم؟ لازم القهوة الصباحية دي كده تظبط لك. أنا مش شايف حاجة عشان بصور، تظبط لك الدنيا. تقوم طحنها كده الطحنة اللذيذة، يا سلام، فاهم؟ وطبعا طبعا طبعا هو راح فين؟ سكر الدايت معاك يا باشا في كل حتة ينقذك. ونعمل كوباية القهوة. تسمع انت عن المثل بتاع الاهم من الشغل ضبط الشغل؟ هو ده يا باشا ضبط الشغل، فاهم؟ تعمل احلى قهوة كده وكمان القهوة بتساعدك ان هي تقفل لك شهيتك رقم واحد، وبتشبعك وتخليك تركز. يعني القهوة لو الكافيين ده موجود في اي بري ورك اوت، فاهم؟ فانت بقى عادي مش بتحب القهوة، ممكن تجيب بري ورك اوت من ايفولف مثلا، تستعمل الكود بتاعي سامي 10. بتحب القهوة زي حالاتي تشربها بقى تركي فرنساوي اسبريسو ايا كان، دي مثلا دبل اسبريسو. دي بقى وجبة الفطار، شوفان، بس ده مش شوفان بالشوكولاتة، ده شوفان بالفراولة. زي ما انت شايف هتلاقي كده ألوان فراولة. فده سكوب واي بروتين، شكلها يعني مش عادي بس طعمها الصراحة جامد جدا جدا جدا. وبعد ما ناخد الوجبة دي هنصور صورة نشوف الأول تشيك إن بعد ما ندخل أول وجبة الفطار للجسم نفسه. وبعدها هنقوم بقى رايحين ناخد الشيت ميل، فهناخد صورة تانية قبل ما ناخد الشيت ميل. بعدها ناخد صورة وكذا فيديو بعد ما ندخل الشيت ميل. هتقول لي بتعمل كل ده؟ هقول لك ببساطة عشان النهارده هنعلي السعرات، فبالتالي نشوف جسمي هيكورسبوند او هيتفاعل ازاي لما فجأة نعلي السعرات، وكمان ندخل شيت ميل كبرجر كنوع من انواع الكارب لودنج في التحميل. فممكن جسمي يتفاعل معاها بطريقه كويسه، فدي تكون التحميله اللي احنا هنعملها مثلا يوم البطوله. ممكن لا، في ناس بتحمل ببيتزا، بتحمل بموفن، ايا كان. فالمهم ناكل الوجبه دي، متحمس جدا نخلص شغل ونطلع ناكل الشيت ميل. ده شكل الجسم قبل ما ناخد الشيت ميل ده كده، فاهم؟ وانت واخد وجبة الفطار انا وريتها لك اللي هي شوفان. فكده انا سايب نفسي على الاخر، شايف حتى الكرش اللي هو يعني، وانت حتى فعلا سايب بطنك القبضة باينة. احساس جميل، فاهم؟ فده كده ريلاكست. اديها واحدة شدة بقى يعني، فاهم؟ لا جسم فاهم فاق شوية لما دخلنا كربوهيدرات. وفي حتى واخد بالك بص معايا هنا عروق، فاهم؟ طالعة في البطن نفسها يعني. فده الشكل قبل ما ندخل بقى كربوهيدرات كتيرة. فالمفروض لما ندخل الشيت ميل تلاقي بقى فاهم بومب بقى زاد عضلات، فاهم؟ تفوق أكتر ما يفيق، عروق بقى في كل حتة. فده كده الابديت القبل. ناخد بقى فيديو تاني بعد ما ندخل الشيت ميل واصور لكم طبعا الشيت ميل. وفي واحد صاحبي هياخد معانا الشيت ميل، فهتبقى يعني قعدة لذيذة. ناخد الشيت ميل سوا، بعدها نشوف الفيزيك تشيك هيتحول ازاي، ده البيفور، نشوف الافتر، بعدها ناخد تمرينه حلوه ونشوف الكلام عليا. لسه واصلين المكان، وبعد تفكير كتير 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 اخترنا
جاست سماش. تاكل لك كده فاهم برجر يبقى في اللذيذ. الفكره اصلا انا دماغي لسه مش مستوعبه اللي انا هعمله، يعني من كتر ان انا ما باكلش من بره بجد بقالي اكتر من مثلا 9 شهور سنه ما اكلتش من بره. حاسس انا داخل دلوقتي اعمل حاجه غلط او داخل اعمل حاجه غصب عني. انت متخيل يا مان؟ متخيل التفكير او العقليه وصلنا لفين؟ وانا اصلا يعني مش هقول لك هموت واكله عادي، ممكن ما اكلوش، يعني انا عايش حياتي ما باكلش تشيت ميلز، مش ببوظ الدايت بتاعي. موضوع لايف ستايل فاهم، يعني لو مش هموت واكله، مش فاهم واقف قدامي دلوقتي هموت واكله، لا ممكن ما اكلوش بس انا هاكله لغرض معين. فهمتك الغرض. فمستنيين مروان في السكه المفروض دلوقتي، وان شاء الله يجي بسرعه عشان نعمل كده فلوجايه لذيذه وناكل اكله لذيذه وبس كده. يلا بقى مروان انجز. اخيرا يا باشا استاذ مروان جه. اهلا للكاميرا. ايه الاخبار؟ سماش بالعنف. ده سماش بالعنف. طلبنا الاوردر يعني، بس احساس غريب جدا يعني. عمري في حياتي تخيلت ان انا اروح اشتري واكل اكل فاست فود. عارف ان انا هحس بالندم بعدها عشان انا بقالي اكتر مثلا من سنه ما اكلتش من بره. وصدقني انا مش متضايق او مش متاثر، يعني انا بشوف الاكل بتاع بره ممكن اعمله في البيت فاهم بسعرات اقل، فاللي هو عادي. بس احنا زي ما قلنا قبل كده في الفيديو احنا هناكل الاكله دي لسبب عشان نشوف الكارب لود يكون عامل ازاي. المفروض يعني لما ناكل العضله باينه. ورينا جبت ايه بس؟ التدريجه باينه. جبت ايه بس؟ اهم حاجه الاكل. ايه الاكل. فالمفروض لما ناكل يحصل كارب لود لذيذ، فنشوف بقى الايفكت عامل ازاي، وبرده نوريكم كده لقطات من الفود ريفيو ما بين انا ومروان. انت جبت ايه؟ وريهم انت جبت ايه. انا جبت ايكونيك. لا صور بالعرض، اليوتيوب بالعرض. جبت ايه؟ ايكونيك تريبل. ايكونيك. انا جبت الصراحه امريكان شويه بقى فاهم، حاجات في البيزكس كده، حاجات في اللذيذ منه يعني، من غير صوصات يعني. المفروض الاوردر يخلص كمان 10 دقايق، اوردر يجي وناكله ونعمل فود ريفيو لذيذ كده ونتكلم شويه كلام حلو. يلا بينا. واحنا كده مستنيين الاكل يخلص. فمروان يعني زي ما بقول لك من اكتر اصحاب ليا، واتمرنا برضو سوا. هحط لك دلوقتي الترانسفورميشن بتاعه، البيفور والافتر، يعني حد تاني يعني. بص حد فاهم، حد تاني خالص يعني. ورينا ابن العضله. بس ده مش اول شيت ميل الاسبوع دوت. انا يعني اكلت فطير من كام يوم، انا حاسس انها دهنه اليومين دول. لا مفيش الكلام ده يا باشا، عادي جدا. موسم التنشيف بدا، ويعني بيلعب سباحه ما شاء الله فاهم، فانت بتنشف جامد جدا. قول لهم بس كده كلمه سريع عن البروجرام، عن النتائج. هل انت توقعت انك انت في 3 شهور تنزل نسبه الدهون دي؟ بصراحه انا لا بص، من غير اي تطبيل يعني، مش عشان انا صاحبك فاتحين الكاميرا فاهم، يعني من غير اي تطبيل فاهم. قول عادي قول اللي في قلبك عادي. دي اقوى فورمه بصراحه وصلت لها يعني لحد دلوقتي. هحط لكم الصوره هنا. كده ظبطني في التمرين وظبطني في الدايت وكل حاجه. ايوه بقى يعني بجد بنبسط جدا جدا جدا. او دايما بحس هو غير حياتي بجد يعني انا كنت دهنه. دايما بحس ان الاصحاب يكون ليهم تاثير على بعض، سواء انت هتاثر على صاحبك بطريقه ايجابيه او سلبيه. فحاول تاخد دايما من صاحبك الطريقه الايجابيه. لو صاحبك اتريقوا عليك عشان تعمل دايت، اوعى تسمع كلامهم. اقطع مع الفاشلين، اقطع معاهم يا باشا. هم نفسهم يعملوا زيك، هم نفسهم يعملوا زيك بس مش عارفين. تفضل مستمر. وفات 10 دقايق نخش نجيب الاكل عشان انا جعان، ويلا بينا. الفكره ان انا يعني حاسس ان انا ما استاهلش اكل البتاع ده يعني. دايما بشوف الناس بتبوظ او تفتح بعد مثلا ما تلعب البطوله، تكسب الماتش فيقوموا واكلين. بس انا لسه ما عملتش حاجه، بس زي ما قلت لك احنا هناكله لغرض معين وننبسط عادي. الحياه بتبقى كده. البطوله اتاجلت بس احنا مكملين زي ما احنا. وزي ما انت شايف بقى، تعالى بص معايا السندوتش عامل ازاي. ورينا انت جبت ايه. يا خبر ابيض. يا نهار ابيض. ده جريمه. ده كام كالوري ده يا سامي؟ يعني بص اللي في ايديا ده تريبل 1400 سعره. انت متخيل تاكل 1400 سعره في سندوتش واحد من ده؟ بس بروتين بقى. بروتين بس 1400 سعره، يعني مش احسن اختيار طبعا. ومع الفرايز يعني الوجبه دي كلها تقفل لك مثلا 2000 سعر لحد. بصراحه بحب ابوظ دايما يعني ده حاجه في الدنيا. كده سريع كده. اول قطمه لا بيقول جامد قوي. شباب يعني انا لو اكلت اي حاجه يعني هنبسط بجد. طعمه جامد قوي. ادي بقى البرجر جوسي، انما البطاطس يعني لسه هنجربها. بس انت عارف يعني الصراحه انا زودنا توابل البطاطس شويه. يعني هضطر اقفل الفلوج دلوقتي عشان استمتع بالاكله الصراحه، واشوفكم بعد الاكله في البامب بقى اللي هيجي. وبجد انا دلوقتي عايش بص احلى لحظات حياتي. بس برضو زي ما بقول لك حاسس بالندم، حاسس انا بعمل حاجه غلط، لان هي مش غلط بس حاسس بالندم. فاشوفك مع البامب.
ده طبعا شكلنا بعد ما اكلنا، يعني في عروق طلعت اهي، بس طبعا في شويه انتفاخات. حاسس نفسي رجعت تخين زي زمان، يعني مفيش حاجه حصلت، بس اللي هو فاهم الانتفاخ ده بس. شايف شايف ده كده وانت سايق. هو ده اللي بقولك عليه الكارب اب، لما تيجي تحمل كربوهيدرات الدنيا تظبط معاك يعني. فنرجع بقى نريح شويه ونروح نتمرن كمان ساعتين، ده كده بامب اكل بس من غير تمرين، ونشوف الكلام على ايه. فين البامب يا مروان؟ بامبك فين؟ ايوه بقى العضلات. نرجع بقى البيت نريح شويه واشوفك في الجيم. لسه واصلين البيت بقى ونجهز للجيم، فجالنا اللبس ده من ميفن، يعني شيلته بس لسه بالتيكت الحاجات نفسها. كومبريشن اوفر سايزد، دي اظن كات، ودي برضو دروب جديد، بس انا جبت كل حاجه بيضه المره دي، ان عندي لبس كتير قوي اسود. وطبعا يعني انت لو بتتابعني على انستجرام او بشوف الستوريز بتاعتي، فانت عارف ان انا مش بلبس غير من ميفن، بجد يعني احسن قيمه مقابل سعر، وحتى اللبس نفسه فاهم. يعني لسه هشوف النهارده نلبس اي واحده فيهم، بس برضه حبيت افكرك لو عايز تجيب اي حاجه من ميفن، عندي كود هناك 15% ديسكاونت على اي حاجه من عندهم. فنلبس ايه النهارده؟ حاسس النهارده عايز البس كومبريشن، فممكن نلبس دي نطقمها على بنطلون اسود، فنلبسها وننطلق على الجيم. حتى بص الماتيريال، بص يعني هتلبسها فاهم، هتزيد 5 كيلو عضلات على طول، يعني هنشوف. يلا بينا. داخلين اهو على الجيم، نلعب تمرينة ابر كده لذيذه في السريع، بس مش هصور التمرينه كلها طبعا عشان ايه الجيم هيبقى زحمه ومفيش وقت. فاوريك شويه حاجات من التمرينه باستعمال الجهاز اللذيذ ده، ونخش على البامب بقى، وده اهم حاجه في الفيديو كله. واخيرا احلى فتره في اليوم رقم 2، الوجبه بتاعت اخر وجبه معانا، يعني 5 بيضات، عيش تورتيه، فراخ مع بطاطس مع صوصات لو كده. دي وجبه يعني حلوه، بس انا الصراحه شبعان، يعني لسه من الشيت ميل، لسه فاهم يعني شبعان، بس قشطه هناكلها واحنا بنشوف كده يوتيوب، فاهم الدنيا لذيذه. وده باختصار شديد كان فلوج النهارده، اتمنى يكون عجبك. كان في احداث كتير اخدتك فيهم معايا في الشغل، وبعدها الشيت ميل، وشوفنا الفيزيك ابديت بالبامب ومن غير، والعضلات في المستوى الحالي ومع التمرينه سريعه، مع طبعا شويه بوزز كده في اللذيذ منه. واخدنا اخر وجبه، دلوقتي نخش ننام. لو عجبك الفيديو ده متنساش تعمل لي لايك، فولو، سبسكرايب، كومنت. ولو عايز نساعدك توصل لاحسن جسم توصل له زي ما عملت مع مروان او مع ناس تانية كتير، ابعت لي على انستجرام او ابعت لي على رقم الواتساب اللي مكتوب عندك في الديسكريبشن، اونلاين كوتشنج، ابعت لك كل التفاصيل. وحبيت افكرك انا اللي بتابع معاك بنفسي، ما عنديش اي تيم او اي حد تاني بيرد عليك. انا من اول يوم لاخر يوم بفضل الله معاك خطوه بخطوه عشان توصل لهدفك. وبس كده، قول لي هشوف ايه الفيديوهات الجايه، واشوفك في الفيديو الجاي او الفلوج الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.